الأهلي والزمالك في لقاء القمة غد. الأهلي والزمالك أو الزمالك والأهلي في لقاء ناري. لقاء بدأ من قبل ما يبدأ بيوم أو اتنين، بدأ من بعد لقاء سموحة مع النادي الأهلي والزمالك مع نادي بيراميدز، بعد ما فاز النادي الأهلي بثلاثية مقابل هدف على نادي سموحة، وخسر الزمالك أمام بيراميدز بركلات الترجيح، رغم ان بيراميدز كان فاقد لاعبين من اهم لاعبين عنده، وكان مطلوب منه لاعب ايضا هو عبد الله السعيد وعلي جبر. فيلا بينا قبل ما نبدا في الموضوع ونخش، اول حاجه هقولها لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احباء واصدقائي في كل مكان، احباء ملعب الهداف، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من حلقات ملعب الهداف. النهارده هنتكلم عن تفاصيل وتوقعات المباراه، فقبل ما نتكلم فيها انزل اشترك في القناه وفعل الجرس ودوس لايك. اللايك هيوصل الفيديو لحد تاني غيرك يتفرج عليه ويقول برضو توقعاته. عايزين نعرف يا جماعه الزملكاويه من الاهلاويه على قناتي قد ايه؟ فالزملكاوي هيكتب لي كومنت والاهلاوي هيدوس لي لايك. وكمان الاهلاوي لو عايز يكتب لايك يقول فيه انا اهلاوي، والزملكاوي يقول فيه انا زملكاوي. اهم حاجه بس ندوس لايكات عشان خاطر نوصل لعدد اكبر. وهنتكلم كمان عن حاجات انا ما كنتش احب ان انا اشوفها ولا اسمعها بوداني، وهي تثير التعصب والتنمر على خلق الله. فيلا بينا نخش في الحلقه على طول، وقبل ما ننسى اهلا بيكم في حلقه جديده. وبسم الله توكلنا على الله، على بركه الله. هنبدا بالاخبار السيئه الاول ونخلي التوقعات لاخر الفيديو. اول حاجه معانا النهارده وهو الكابتن اسامه حسن، لاعب نادي الزمالك السابق. طبعا كلنا سمعنا الفيديو، ولكن الفيديو ده بجد يا جماعه صار تعصب ناس كتير جدا، وبدا المباراه من بدري قوي، من بدري جدا. اسمع كده، اسمع. انا هقرا طبعا، مش هطلع الفيديو ولا اسمعكم عشان خاطر اليوتيوب بيعمل حقوق طبع ونشر على حاجات مثل ذلك. فكابتن اسامه حسن قال لك ايه لفريق نادي الزمالك في خبر كده؟ قال لك عايزكم تلعبوا بعنف امام نادي الاهلي، ولاعبين نادي الاهلي عايزكم تجيبوهم على الارض، واللي تقدروا تكسروه اكسروه. انا لما اجي احفز لعيب او احفز فريق، المفروض ان انا بحفزه بطريقه ايجابيه، بطريقه تحض على الشرف، الامانه، زي ما بيقولوا كده، يعني حافز ان انا اكسب، ابقى بطل، مش ان انا اكسب واحد فاكسره واموته، وفي الاخر كمان تنمر على علي معلول، افضل من جاء من افريقيا كباك ليفت، يعني تقريبا من افضل لاعبي باك ليفت في افريقيا تما عبر التاريخ هو علي معلول. زائد ان اخلاقه عاليه جدا، زائد ان ما حد سمع منه اي كلام ولا اي لفظ لنادي الزمالك او لغير نادي الزمالك، ولا حتى لاي حد تنمر عليه من نادي الزمالك. راجل عامل زي عبد الشافي كده عندهم في نادي الزمالك، راجل محترم جدا، ولكن بيقول له علي معلول بيخاف من شيكابالا، ده بيهر على نفسه، مش عايز اقول كلمه تانية، ولما بيشوف زيزو. فده كان اسامه حسن. اللي بقى واحد معانا اسمه محمد رجب على قناه نادي الزمالك ايضا، بيقول ايه؟ انا لما بسمع الاستاذ مرتضى منصور بحس ان انا بسمع احسن من عبد الحليم وام كلثوم مع بعض. كمان قال لك ان الحكم اللي جاي ليه مرافق، المرافق ده اسمه حسام الجوهري. الراجل ده حكم مصري اهلاوي، فهيدي تعليمات للحكم السلوفيني او السلوفاكي، سلوفيني تقريبا، انه يكسب الاهلي عشان خاطر الازمه الاقتصاديه اللي البلد فيها والجوع اللي الناس فيه دلوقتي، فالناس تتلهي بكسبان الاهلي على الزمالك، والناس تبقى ايه، يعني تخرج من اللي هي فيه بفرحه زي النادي الاهلي، لانه عارفين ان جماهيريه نادي الاهلي حوالي 70 مليون من ال 100 مليون ولا ال 120 مليون، فانت بتتكلم في رقم مهول، فهيبقى الموضوع ابسط شويه. الناس بحس ان هي عشان الفلوس تعمل اي حاجه. يعني الراجل اللي بيتكلم ده تقريبا من فوق ال60 وانت طالع لحد ال70، يعني من 60 ل 70 عنده حوالي هنقول المتوسط 65 سنه. ايه اللي يخليني اطلع اقول كلام زي ده واطبل؟ يعني غير الفلوس، كله دلوقتي بيطبل عشان اكل عيشه. فيلا بينا نخش على توقعاتي للمباراه، واقول لكم التشكيلين المتوقعين او الاقرب انه يقودوا المباراه غدا. قبل اي حاجه هنبدا بالنادي الاهلي والاحتمال الكبير لغيابات في النادي الاهلي كتيره. هنتكلم عن الغيابات ثم هنقول التشكيل الاقرب
للنادي الاهلي. اقرب واحد ان شاء الله هيبقى في الغيابات طبعا محمود متولي للايقاف بسبب وليد عبد الرازق اللي اداله انذار بدون داعي، يعني بدون تعصب بدون اي حاجه، بس هي واضحه يعني. انا ما عملتلكش حاجه ولا زقيتك ولا اتكلمت معاك وبتديني انذار. ما علينا. عبد المنعم طبعا للاصابه، حمدي فتحي لاصابه، ياسر ابراهيم اصابه، برونو سافيو اصابه، عمرو السوليه اصابه، مصطفى شوبير، اكرم توفيق، كريم فؤاد. فحوالي 8 او 9 لاعبين احتمال كبير قوي بره القايمه، ولكن الاقرب ليهم انه يخشوا القايمه عمرو السوليه ومحمد عبد المنعم. دول اقرب اتنين من اللي انا ذكرتهم هم اللي هيبقوا داخل التشكيل حتى لو في الاحتياط. طيب راجع لنا مين بقى في النادي الاهلي؟ بيرسي تاو جاهز للمباراه. طاهر محمد طاهر اللي النادي الاهلي افتقد خدماته بشده. طاهر محمد طاهر في اول 10 مباريات يا جماعه عامل طفره كبيره جدا في الهجوم مع النادي الاهلي، كان سبب من اسباب ان النادي الاهلي بيفوز او بيطلع بنتيجه ايجابيه بسبب اللاعب ده، وانه لعيب اكتف جدا، لعيب سريع، لعيب قوي، وبيلعب واثق في نفسه، واثق في قدراته. فالحمد لله في لاعبين راجعين كويسين جدا في الامام، طبعا مع عبد القادر، مع كهربا، مع حسين الشحات اللي ظهر بمستوى رائع. هيبقى الهجوم عندنا الحمد لله زي الفل. هيتبقى واحد من الاثنين، يا شادي حسين يا محمد شريف، يكون في الاحتياط، او ممكن الاثنين يبقوا قاعدين على الدكه لكهربا، لان انا متوقع ان كهربا اكيد هيبدا المباراه دي. هنقول التشكيل الاقرب انه يبدا. طبعا خط الظهر هيبدا بالشناوي، علي لطفي احتياط، معلول من الشمال، رامي ربيعه، هاني احتمال كبير هيلعب سيرد باك جنب رامي ربيعه لو محمد عبد المنعم ما كانش جاهز. لو محمد عبد المنعم ما كانش جاهز هو الاقرب انه يلعب سيرد باك جنب رامي ربيعه محمد هاني. طبعا هيبقى في اليمين مفيش قدامه غير خالد عبد الفتاح اللي هيقود اول مباراه رسميه مع النادي الاهلي قصاد الزمالك. فمباراه صعبه بالنسبه لخالد عبد الفتاح، ولكن اللي يلعب في النادي الاهلي يستحمل ضغوطاته. في نص الملعب هيبقى في ديانج، لو السوليه جاهز هيلعب جنبه، وهيلعب جنبه مروان عطيه، لان حمدي فتحي احتمال كبير مش هيلعب. فالاقرب انه عمرو السوليه هو اللي يبقى موجود، ولكن نسبتها 50-50. فديانج ومروان عطيه هم الاقرب انه يبقوا في نص الملعب. ناحيه الشمال هيبقى عبد القادر، قفشه في نص الملعب، الشحات، كهربا في الامام. ده التشكيل الاقرب انه يبدا بيه كولر المباراه. يا هيلعب ب 4-2-3-1 زي ما احنا ما متعودين، او هيشيل قفشه وينزل محمد فخري في نص الملعب ويلعب ب 4-3-3 زي ما بدا قدام سموحه. فده التشكيل الاقرب. هيبقى في الاحتياط عندك بيرسي تاو، طاهر محمد طاهر، كريستو، علي لطفي، محمد شريف، شادي حسين، محمد مغربي، ايمن اشرف اللي رجع وان شاء الله ممكن يشارك ويبقى مفاجاه كولر ان يلعب جنب رامي ربيعه محمد ايمن اشرف، ويلعب بمحمد هاني باك رايت زي ما هو، لان محمد هاني مقدم مستويات في الباك رايت من بعد ما اكرم توفيق اتصاب، ربنا يرجعه لنا بالسلامه، مستوى رائع جدا. بينما اخواتنا الزمالكاويه هيبداوا بتشكيل هو الاقرب لما هو في الورقه دي. هيبدا عواد في حراسه المرمى، وهيلعبوا ب 3-4-3. عبد الغني، عبد المجيد، والمسلوسي مفيش غيرهم، هم دول اللي هيلعبوا ورا. الزناري هيبقى في الاحتياط. فتوح احتمال يكون في ناس كتير بتقول لك فتوح مش هيلعب، وفتوح هربان، وفتوح، والاقرب ان محمد عبد الشافي هو اللي هيكون موجود. وانا بقول لك الزمالك دايما بيعمل حركات زي دي وفي الاخر تلاقي فتوح في قلب الملعب. فانا من رايي انا فتوح هو اللي هيكون في الملعب. في نص الملعب هيبقى فتوح، دونجا، عاشور، نيمار، سيد نيمار، او عمر جابر. بس الاقرب بالنسبه لي انا كلاعب كوره واهلاوي، انا اتمنى اشوف نيمار عشان نشوف جبهه قويه لنادي الزمالك، لان نيمار كان عامل شغل كويس جدا قبل ما يجي عمر جابر، ولكن مش عارف هي ماشيه ازاي في نادي الزمالك، انه بيلعبوا لاعب قديم على لاعب جديد، ولا الله اعلم ماشيه ازاي. انا شايف ان نيمار افضل كجاهزيه وكمهارات وكسرعه وكل حاجه. هيبقى في الامام يوسف نبيه والجزيري وزيزو، دول الاقرب للتشكيل. هيبقى شيكابالا طبعا قاعد على الدكه، هيبقى معاهم عبد الشافي على الدكه، او فتوح هيبقى على الدكه وعبد الشافي في الملعب، بس الاقرب زي ما قلت لكم فتوح هيلعب. فده التشكيل المتوقع لنادي الزمالك قصاد النادي الاهلي. فانا من رايي النادي الاهلي جاهزيته اكتر،
الحافز عنده اكتر. وبعض الضغوطات اللي اتحطت على نادي الزمالك من كابتن اسامه حسن، لما تروح تحفز لاعب ما تدوش كلام عنف، اديله كلام ايجابي يبقى عنده ايجابيه انه يكسب. لكن انت بتديله كلام عنف، انت عارف الكلام اللي انت قلته ده يا كابتن اسامه عارف ممكن يعمل ايه؟ يخلي واحد زي مثلا عبد غني ولا عبد مجيد ولا المسلوسي يروح داخل في واحد مطيره على ال 18 من بره ولا جوه ال 18، يبقى تسبب في ضربه جزاء او تسبب في طرد لاعب ويتسبب في خساره فريقه، فتتسبب انت بسبب الكلام اللي قلته ان الزمالك يخسر ونتيجه كبيره. تعالوا بقى نتكلم عن اخبار للنادي الاهلي جميله شويه. خبر عالمي للنادي الاهلي عن طريق الفيفا في التصنيف شهر يناير. النادي الاهلي ال17 على العالم والاول افريقيا يتربع على عرش القمه الافريقيه في رقم 1، 17 عالميا، والزمالك للاسف ال63 عالميا. النادي الاهلي هيشارك في السوبر ليج الافريقي وهيشارك في بطوله افريقيا ايضا، لان كانوا قايلين اللي هيشارك في السوبر ليج مش هيشارك في بطوله افريقيا، ولكن استثنى النادي الاهلي او الفيفا غير الموضوع. كان هيبقى 24 فريق، فال 24 فريق اللي كانوا هيشاركوا في السوبر ليج غير اللي هيشاركوا في بطوله افريقيا عشان يدي براح لفرق تانية تاخد البطوله ويبقى فيه ند تاني زي ما بيقولوا كده وتصنيف اكتر للفرق الافريقيه. ولكن نزلت ل8 فرق، فالنادي الاهلي هيشارك في السوبر ليج والبطوله الافريقيه العام القادم. اخر خبرين معانا على نادي الزمالك. مرتضى منصور بيقول سأقاضي من قال على فتوح وعبد الله جمعه انهم بيتقاضوا منشطات. عروستي، لان حضرتك اول من قال ان الاثنين بياخدوا منشطات، فانت هتقاضي نفسك؟ علامه استفهام كبيره قوي. يرجع تاني الاستاذ مرتضى منصور يقول لك انا ما عنديش لاعب بياخد منشطات، وشوفوا هاني وديانج اللي كانوا بيزحفوا على ركابهم بقوا ازاي دلوقتي. لو هتجيبوا هاتوا للاثنين دولت، وانا متراهن يعني اتراهن ان هما الاثنين بياخدوا منشطات. طب احب اقول لحضرتك ان الاثنين دول بقالهم 3 كاس عالم انديه بيروحوا وبيلعبوا، واخدين 2 برونزيه كاس عالم، واخدين 2 بطوله افريقيا، واخدين 2 سوبر افريقي، وكل المحافل دي بيحصل فيها الاتي: بيكشفوا عنهم منشطات ويكشفوا عنهم حاجات كتير جدا. فلو هم بياخدوا منشطات، لو بياخدوا منشطات عشان تبقى فاهم بس، اكيد في محفل من المحفلات ديت كلها كان هيحصل ان فلان وفلان هيخرجوا بره القايمه لان في منشطات، وكان النادي الاهلي هيبقى شكله وحش جدا. فده كان فيديو النهارده، اللي بيشوفه لحد دلوقتي يدعمني بلايك وشير وسبسكرايب. كان معاكم محمد صيفي الملعب الهداف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.